جربتي كده وانت مخنوقه وانت متضايقه وانت عندك كرب جامد قوي شديد، تخشي كده الاوضه بتاعتك وتصلي وتركعي لربنا كده وتقعدي تبكي وتعيطي جامد قوي، تقولي يا رب يا رب انت اكتر حد حاسس بيا، يا رب عيني وقويني على اللي انا فيه. بجد الموضوع ده يا بنات بيفرق جدا 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 والله العظيم. خشي اوضتك، فرشي سجادتك، البسي الاسدال بتاعك، رشي البرفيوم اللي انت بتحبيه، ادي لنفسك كده استرخاء جامد قوي. حسي بلذة الصلاة، حسي بخشوع الصلاة، والله هيفرق معاكي جدا. وابكي وعيطي واتمني من ربنا كل حاجة انت نفسك فيها، وربنا مش هيكسر بخاطرك ابدا. ربنا هيكبر بخاطرك وهيرضيكي بما تتمني. بس اهم حاجة لما بتعيطي وتشكي ربنا وتحكي ربنا من قلبك، ما ترتبيش الجمل، ما ترتبيش الكلام اللي هيجي على لسانك قوليه، زي كده كأنك بتقعدي مع صاحبتك وبتتكلمي. لا ده اكتر بقى، يعني اتكلمي، لان هو ربنا عارف بكل حاجة جواكي. فصلي وقربي من ربنا، استني بقى كل اللي في البيت كده ينام، وخشي اوضتك وصلي ركعتين لله، ركعتين، اتنين، اربعة، ستة، زي ما يعني لما ربنا يقويكي. وكل ما تركعي وتدعي ربنا هيستجاب لك وربنا هيقف معاكي في محنتك. الصلاة اللي بعد الساعة 12 بالليل اللي هو بيبقى بيتحسب قيام ليل، بيبقى حلو جدا وليه لذة، وكمان بيبقى فيه هدوء. بيبقى لو عندك أطفال بتبقى نامت، لو أي حد معاكي في البيت بيبقى الموضوع بيبقى هادي عن الصبح. فبجد الموضوع ده بيفرق جدا جدا يا بنات، جربوه وما تنسونيش في الدعاء. وإن شاء الله ربنا يكبر بخاطر كل حد بيتفرج عليا، وربنا يكبر بخاطرنا جميعا.